لحظة واحدة، ثانية واحدة قلبت المتعة لكارثة. شو اللي صار بدراك البصرة في العراق؟ واللي راح ضحية هذا الحادث شاب اسمه أحمد اللي شفتوه بدراك البصرة. هذا درس قاسي لكل واحد بيعشق السرعة. المتسابق أحمد الله يرحمه كان عم يجهز لدوسة العمر، بس النهاية كانت غير الكل. طلع أحمد بالموستنج، الجمهور كان معبي المكان، المنصات المرتفعة كان فيها جمهور، بس كمان كان في جمهور تحت على الشارع وقريب من حلبة السباق، وكان في فقط مسافة بسيطة، وهذا كان على أساس أمان. بس وين المشكلة؟ المشكلة صارت بالرجعة. السيارة غدرت بصاحبها، انزلقت بقوة وراحت مباشرة باتجاه الجمهور، وحطمت الفاصل اللي بيعزل الجمهور عن حلبة السباق. شوفوا هون، لولا لطف الله وهذا العمود اللي امتص جزء من الضربة كنا عم نحكي عن مجزرة بين الجماهير. الضربة كانت مباشرة بجهة السائق، السيارة انعدمت بشكل كامل، والسبب 3 عوامل اجتمعت وخلت الكارثة تصير. ركزوا معي لتعرفوا ليش صار هيك. أولا، ضعف السيفتي، المكان مو مخصص بالكامل لدراك. للشرح، دراج ريس هو سباق التسارع، يعني مو سباق لفات وحلبة تفحيط يمين وشمال، لا، هو عبارة عن سباق بين سيارتين أو دراجتين بيمشوا بخط مستقيم تماما. نرجع لموضوعنا. الجمهور بنهاية الخط كان على الأرض بلا حماية، وهذا أكبر غلط. ثانيا، الاستعجال، أحمد داس بالرجعة مباشرة، وسيارة بقوة الموستنج بتحتاج تحضير وحرارة وإلا بتفلت منه بلحظة، مثل ما صار معاه هيك تماما. ثالثا، الرول كيج، السيارة كانت تفتقر للقفص الحديدي اللي كان ممكن يحمي أحمد من قوة الصدمة المباشرة وغير مجرى القصة كلها. ما كان في حماية داخلية للسائق، يعني بالمختصر ما كان في تدعيم للسائق. بالنهاية الموت كان أسرع من السيارة. الله يرحم أحمد ويصبر أهله ويشفي كل المصابين. يا ريت تكون هاي الحادثة درس لكل المنظمين والمتسابقين، والروح أكيد أغلى من أي دوسة أو استعراض. انتو شو رأيكم؟ الحق على المنظمين ولا على السيارة؟ بس لحظة، ما انتبهتوا على شي بالفيديو؟ اكتبوا لي بالتعليقات. لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل شي جديد. خلص الحكي.